قيادات من السلطات المحلية والجيش والدرك الملكي والوقاية المدنية وغيرها من المصالح، الكل يترقب ما ستسفر عنه العاصفة. احتياطات اتخذت لتجاوز الفيضانات وبأقل الخسائر. وأحسن شيء كان وهو الإنذار المبكر. الشيوخ ومقدمين ولاد البلاد باتوا الخمسة الصباح كيعلنوا باللي راه الماء جاي، وعطاونا بالدقيقة شحال الوقت غادي يوصل الطريق. ولأن مركز اليقظة كان يتنبأ بالأسوأ قام باتخاذ إجراءات ميدانية وصارمة تفاديا لما وقع الأسبوع الماضي. شعاب ووديان المنطقة تشق طريقها بصبيب كبير يثير تخوفات المسؤولين والساكنة على حد سواء. وقررت اللجنة ديال اليقظة باش نقطعوا طريق من بويزكرن من بويزكرن للقلميم، وكذلك من تيزنيت لبويزكرن. لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاومة هذه الرياح العاتية، وكما تشاهدون خلفي ارتفاع منسوب واد تلمعدرت. الأمطار لا زالت مستمرة، ومن المحتمل أن تشل حركة السير بين الشمال والجنوب. التدفق المهول لمياه الأمطار أوقف كل شيء على هذا المعبر الطرق الحيوي الرابط بين العيون وأكادير عند قلمي. أما بوسط المدينة فغضب الطبيعة يتمثل هنا في واد أم العشار الذي لم يطر منذ سنة 67 800 وألف. المياه غمرت الأحياء المتواجدة بجانبه. هنا اصطدام بين السيول والقنطرة التي أقيمت على الواد. سؤال يطرحه السكان: إلى متى ستصمد هذه المنشأة الفنية في وجه التيار، خاصة وأنها تربط بين أطراف المدينة؟ سيدي كيخطر بزاف على المدينه من الفوق من هنايا. هذا الكورنيش هذا على حساب حي القدس، من عند حي القدس لهذا الجهه هذا دابا كل واد من هنا كله خطر حتى الواد لتحت. اش هي الأحياء المهددة؟ الأحياء المهددة هي جنب القويرة، تركز. خروج واد أم العشار عن مجراه أدى إلى فيضانات بالمدينة. هذه الصور تظهر سرعة السير وهي تغمر مقر ولاية قلميم السمارة. الكل يسابق الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الدار ديالي كيقولوا انا غارقه بالماء، مازال ما مشيتش ليها. ساكنة في النسيم، والريزو مقطوع. بغينا نعيطوا لشي حد يعتقنا ولا لي ترونسبور يجي يدينا، مازال ما لقينا حتى شي حاجه. حالة من الهلع والخوف خلفتها هذه السيول رغم الإنذارات والاحتياطات التي اتخذت على أكثر من مستوى، إلا أن مدينة قلميم وغيرها من التجمعات الحضرية كانت عرضة للفيضانات. وفي هذه الأثناء ينكب المسؤولون على إنجاز تقارير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات. خروج واد أم العشار عن مجراه أدى إلى فيضانات بالمدينة. هذه الصور تظهر سرعة السير وهي تغمر مقر ولاية قلميم السمارة. الكل يسابق الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الدار ديالي كيقولوا انا غارقه بالماء، مازال ما مشيتش ليها. ساكنة في النسيم، والريزو مقطوع. بغينا نعيطوا لشي حد يعتقنا ولا لي ترونسبور يجي يدينا، مازال ما لقينا حتى شي حاجه. حالة من الهلع والخوف خلفتها هذه السيول رغم الإنذارات والاحتياطات التي اتخذت على أكثر من مستوى، إلا أن مدينة قلميم وغيرها من التجمعات الحضرية كانت عرضة للفيضانات. وفي هذه الأثناء ينكب المسؤولون على إنجاز تقارير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات.